يا نهار ابيض الحقني يا محمد. ايه يا احمد في ايه؟ عيد ميلاد البت بتاعتي كمان يومين ومش عارف اعمل ايه. ما تجيب لها هديه. هديه ايه يا ابني؟ لا اكل، انت مجنون؟ البت دي من عيله غنيه قوي وقاعده في مدينتي، ومن قيمه يومين كانت بتكلمني بتقول لي احمد حبيبي انا نفسي في سلسله ذهب. يعني ايه ذهب يا محمد؟ وايه الدهب ده؟ انا ما اعرفش يعني ايه ذهب ده انا بص كل اللي في جيبي كام؟ 15 جنيه. ده انا سالت على مواصلات مدينتي قالوا لي ب 150 جنيه. طب يا عم امسك انا هساهم معاك. يا اخويا ده محمد حبيبي 10 20 30 35 انت مجنون يا محمد؟ يعني 15 و35 50 جنيه يا دوبك يشربونا 2 شاي بلبن في قهوه يا محمد. ده مواصلات البت عشان نروح لها مدينتي 150 جنيه. يا نهار ابيض اجيب لها هديه منين دي؟ مش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه؟ اكلمها اتخانق معاها دلوقتي وبعد كده صالحها بعد العيد ميلاد. فكره حلوه. انا هعمل كده. الو ايه يا ندى؟ ما تقوليش وحشتني، ما بوحشش حد انا. لازم علاقتنا تنتهي النهارده. تنتهي ليه؟ تنتهي ليه صح؟ ايه اللي تنتهي ليه؟ انت قاعده في مدينتي وعشان اروح لك مدينتي 150 جنيه رايح و150 جنيه جاي، يعني 300 جنيه، وانا اقضي في الشهر 250 جنيه اصلا. مش عايز اعرفك تاني. هاتي اخرة اللي اعرف ناس اغنياء. ابويا كان دايما يقول لي ما تكلمش بنت اغنى منك. بس البنت جامده يا محمد، بتستحمى كتير. اصل انا كنت عارف واحده قبل كده بتستحمى من العيد للعيد. البنت دي بتستحمى كتير، بحب اللي بيستحموا كل يوم دول. يلا مش مشكله بقى، تعالى بقى ناكل ب 50 جنيه دول سندوتشين طعميه. ماشي. انت عايز طعميه محشيه ها؟ انا عارفك تفس. حبيبي تعالى يا محمد. الفلوس يا انت الفلوس يا محمد، يا نهار ابيض كده.